معاني الصدق، معاني الإنسانية، معاني الحب، معاني الصفاء. نحتفي بكتاب شيء مني. كتاب شيء مني مقالات وحكايات هو كتابي الأول. هو تتويج لمساري المهني في العمل الصحفي. هو عبارة عن مجموعة من المقالات التي كنت أصدرتها في مواقع إلكترونية وفي جرائد وطنية منذ 2005، فتم تجميعها في هذا الكتاب والاحتفاء بها. منحت هذا العنوان لأنها فعلا تعبر عن مواقف ذاتية ووجدان شخصي وربما وجدان جماعي نشترك فيه كجيل من المهنيين والصحفيين الذين عاشوا فترة التسعينات والألفين مجموعة من الأحداث السياسية والثقافية والاجتماعية. ولكن كما أقول دائما هو مني وإلي، هو كتاب يعبر فعلا عن وجداني الشخصي وعن أشياء أراها في الواقع اليومي وربما نمر عليها مرور الكرام، ولكن كنت ألتقطها بحس أدبي ربما وإنساني بعيدا عن أي انتماء سياسي. وطبعا وفيها أشياء كثيرة من طنجة، لأن أنا من طنجة وأحتفي، وهذا الاحتفاء بالذات هنا في طنجة له طعم خاص جدا لأني بين أصدقائي وأحبابي وعائلتي. فأنا ممتنة طنجة التي منحت الكثير من الكتاب والأدباء والفنانين. أتمنى أن أقدم شيئا لهذه المدينة من خلال كتابي المتواضع، حيث نجد آلة الخياطة تنتصب كنصب تذكاري للذاكرة التي هي كناية عن إثار وجداني صامت صاخب في عام. اسمه إعلامية. اليوم يعني نحتفي بشيء مني، والمنظومة التي صدرت عن درس لك أخوين للزميلة الإعلامية سميرة بغداد. شيء مني هي عبارة عن المقالات نثرت على مدى سنوات في الصحافة الوطنية كعمود رأي، ولكنها تم تجميعها في أنظمة التي صدرت يعني منذ شهور. والأنظمة هي تعبر عن سميرة بغداد، عن سجيتها، عن تلقائيتها، عن عفويتها، عن ثقتها للأشياء وزاوية تناولها للأحداث والمواقف على طول مسيرتها الإعلامية التي يعني تقريبا تشارف على أبعد العقول. يعني تجربة زاخرة في مجال الصحافة المكتوبة والصحافة النسائية في الأساس، والتي أثمرت هذه التجربة انطلاقا من مجموع ليس فقط الأحداث التي وكلتها إعلاميا، ولكن الشخصيات السياسية الفنية، الناس العاديين الذين التقتهم وكانت لها يعني نظرة خاصة لهذه العلاقة المستترة وراء المقال الصحفي.